أيها المدخن، نحن في شهر رمضان وأنت تصبر لله تعالى ولا تدخن حتى لا تفسد صومك تقريبا 15 ساعة. خذ نصيحتي وأكمل بقية يومك دون تدخين لله تعالى، واصبر فيه لله تعالى. في نهار رمضان صبرت دون تدخين، أعانك الله، فوالله وجلال رب العالمين لو أكملت وصبرت فيما بقي لك من الشهر سيعينك الله وتتخلص من التدخين نهائيا إن شاء الله تعالى. فالتدخين معصية، والتدخين مضر، والتدخين يستنزف جيبك، والتدخين لا فائدة فيه. فهذه فرصة تخلص من هذا البلاء واصبر لله تعالى، سيثيبك الله، يعوضك الله. أنار الله حياتكم دون تدخين. وفقكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.